ما الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة في قصر الإليزي؟ ولماذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا التوقيت الحساس بالذات أن يخرج عن صمته ليوجه رسالة لم يتوقعها أحد قلبت الموازين بين الرباط وداكار؟ هل هي مجرد كرة قدم أم أننا أمام زلزال دبلوماسي جديد يستخدم الرياضة كغطاء لتصفية حسابات جيوسياسية كبرى؟ تخيل أن تستيقظ القارة السمراء على قرار تاريخي من باريس يضع المنتخب المغربي في كفة ويورط السنغال في كفة أخرى، في مشهد وصفه المحللون بأنه طعنة في ظهر الحلفاء القدامى وغزل صريح في القوة الصاعدة الجديدة. في ال40 ثانية القادمة سأكشف لكم كيف تحول تصريح واحد من ماكرون إلى مادة دسمة للإعلام العالمي، وكيف أصبحت أسود الأطلس وأسود التيرانجا وقوداً لمعركة نفوذ فرنسية تحاول استعادة ما فقد في القارة السمراء. أبقوا معنا، لأن الحقيقة التي سنكشفها اليوم حول هذا القرار التاريخي وتداعياته على مستقبل الكرة والسياسة في إفريقيا ستصدمكم تماماً وتكشف لكم الوجه الخفي للعلاقات الدولية. الحكاية بدأت عندما تسربت تقارير من دوائر صنع القرار في فرنسا تشير إلى تحول جذري في بوصلة الدعم الفرنسي للمشاريع الرياضية والسياسية في إفريقيا. الرئيس الفرنسي وفي خطوة فاجأت المراقبين أشاد بشكل مبالغ فيه بالنموذج المغربي، ليس فقط في كرة القدم بل في البنية التحتية والريادة القارية، واصفا المغرب بأنه الشريك الاستراتيجي الأول والموثوق لفرنسا في القارة. هذا التصريح لم يكن عابرا، بل جاء بالتزامن مع قرار تاريخي اتخذته باريس بدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2030 بكل ثقلها السياسي والتقني، وفتح آفاق تعاون عسكري ورياضي غير مسبوق. ولكن أين تكمن المفاجأة؟ المفاجأة هي أن هذا الثناء على المغرب جاء في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية السنغالية توترا صامتا، حيث اعتبر الإعلام السنغالي أن تجاهل ماكرون للإنجازات السنغالية وتركيزه الحصري على المغرب هو محاولة لتوريط السنغال وإحراج قيادتها الجديدة التي بدأت تبتعد عن التبعية لباريس. المحللون يرون أن ماكرون يحاول اللعب على التناقضات، فبينما يرى في المغرب حليفا مستقرا يمكن المراهنة عليه لتأمين مصالح فرنسا في شمال إفريقيا والساحل، يرى في التحولات الأخيرة في السنغال تهديدا لنفوذ الفرنكوفونية. القرار التاريخي الذي اتخذه ماكرون لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل هو إعادة تموضع شاملة. فرنسا قررت نقل مركز ثقل استثماراتها الرياضية وتدشين أكاديميات كبرى بالشراكة مع الجامعة الملكية المغربية، في إشارة واضحة إلى أن الاستثناء المغربي هو العنوان الجديد للسياسة الفرنسية. هذا التوجه وضع السنغال في موقف لا تحسد عليه، وكأن باريس تقول لداكار: إذا اخترتم السيادة بعيدا عنا فسنختار حلفاءنا الجدد بعناية. الإعلام الفرنسي الذي صدم من نبرة ماكرون تجاه المغرب بدأ يتساءل: هل يضحي الرئيس الفرنسي بعلاقة تاريخية مع السنغال من أجل كسب ود الرباط؟ الحقيقة أن المغرب بذكائه الدبلوماسي والرياضي استطاع أن يفرض نفسه كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، وما تصريح ماكرون إلا اعتراف بالأمر الواقع. لكن الخطير في الأمر هو توريط السنغال في هذه المقارنة، فالمغرب والسنغال تربطهما علاقات أخوية متينة، ومحاولة فرنسا إقحام التفضيل الرياضي والسياسي بينهما قد تهدف إلى خلق نوع من الغيرة الدبلوماسية لزعزعة الاستقرار في التحالفات الإفريقية. الهلال المغربي يسطع الآن في سماء باريس، والقرار التاريخي بدعم السيادة المغربية على كافة مستوياتها هو الثمن الذي تدفعه فرنسا للبقاء في القارة القارية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا التصريح هو فخ نصبه ماكرون لتهدئة الشارع المغربي الذي كان غاضبا من مواقف فرنسية سابقة، وفي نفس الوقت هو رسالة تحذير للقيادة في السنغال بأن فرنسا تمتلك البدائل الجاهزة. لكن السؤال الذي يطرحه الملايين: هل ستنطلي هذه اللعبة على القادة الأفارقة؟ السنغال بكرامتها الوطنية المعروفة لن تقبل بأن تكون طرفا ثانويا في حسابات الإليزي، والمغرب بوعيه السياسي لن يسمح بأن يكون أداة لضرب إخوانه في القارة. القرار الفرنسي التاريخي بدعم المغرب بلا قيود هو في حقيقته اعتراف بالهزيمة الفرنسية في مناطق أخرى من أفريقيا، ومحاولة يائسة للتمسك بآخر الحصون القوية. التصريح الصادم لم يتوقف عند الثناء، بل تضمن تلميحات عن مراجعة اتفاقيات كانت تمنح السنغال امتيازات معينة وتحويلها نحو الشركاء الأكثر طموحا، وهو ما اعتبره الإعلام السنغالي ابتزازا علنيا. إننا أمام